بصوا يا جماعه، انا قاعده كده وانا قاعده كده جات لي فكره اعملها. انا زهقت من ان انا كل شويه قبل ما اخرج لازم ارسم حواجبي عشان اظبطها. لا اعمل مايكرو بلندنج، لا مش عارف ايه. بالمختصر المفيد، في طريقه كده تعملي بيها مايكرو بلندنج في البيت. ايه الطريقه؟ اول حاجه معانا هنجيب مزيل ميك اب ده من نيفيا. انا اصلا مش قادره ان انا احط ميك اب وكده، فحطيت فلتر وروج وبلاشر كده وايه، قلت اطلع ماشي طالما مش واصفه للبشره نحط فلتر. المهم هنجيب مزيل الميك اب النيفيا ده، اي نوع مزيل ميك اب عندك، وهنبتدي كده زي الحلوين الشطار الطعمين نمسح حواجبنا كده اهو، كده 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 كويس قوي 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 لحد ما نتاكد انها ما فيهاش اي حاجه او اي قلم اي حاجه في حواجبنا طلعت. خلاص تمام تمام تمام. وكذلك الحاجب التاني. خلاص تمام اهو، شايفين اهو الفراغات بانت اهي، والتاتو القديم اللي كنت عاملاه كمان بان اللي هو الرمادي. انا دلوقتي هعمل مايكرو بلندنج لحواجبي من البيت، والله من البيت. ومش اول خطوه كده خلاص نضفنا حواجبنا، بصوا كده ركزوا، خلاص كده الحاجب نضف خالص ما فيهوش اي حاجه. تاني خطوه بقى هنعمل ايه؟ ده تاتو تمام، تاتو ما بيتمسحش، ده اللي بيرسموا بيه حنه على ايديهم، بتقعد بال10 ايام وبالاسبوعين وممكن 3 اسابيع كمان. هنعمل بيه مايكرو بلندنج تاتو يعني. هنحط منه كميه كده هنا، ده غطا ازازه الريحه بتاع جوزي تمام. اكيد مش هنبهدل حاجتنا يعني، احنا هنستخدم حاجاته هو. هنحط كده اوكي تمام. مش عايزه اكتر، مش عايزه اكتر عشان انا مش عارفه يعني كده خايفه بصراحه. وهنبتدي ان احنا نجرب مع بعض. يا حلاوه وجمال الفلتر يا ولاد، فلتر قمر قمر. بصوا بقى، هناخد كده بالفرشه دي، هنجيب فرشه كده تبقى عامله كده، شايفين مقشوطه كده، وهنجيب كده اهو، نبتدي ان احنا نمشي كده من تحت كده. همشي من تحت الاول، من تحت الاول بالراحه خالص ماشي. هزود سيكه سيكه من تحت الاول، مش عايزين تمام. ادي كده من تحت، حاسه انها خفيفه، هنتقل شويه كمان. خلاص كده. بصوا بقى، انا برسم في الحاجب من جوه شعره شعره اهو، بحاول املاه شعره شعره من جوه كده، شايفين؟ بالراحه خالص، مش تقيل خالص. انا يعتبر لسه يعني ما خدتش حاجه كتير. من فوق هنا اهو تمام. احنا كده عملنا تحت وفوق وجوه شعره شعره اهو. لسه هنمسحه بمزيل الميك اب ما تخافوش، وهنيجي قدام كده وهنعمل برده شعرايه شعرايه. عايزه بس انضف الفرشه، مش عايزه يبقى فيها كلاكيع اهو كده. خط كده، خط كده، خط كده تمام. بوظناها صح؟ استنوا يا ولاد. ما بيطلعش يا كويس. شو كده؟ انا رسمت الحاجب التاني كمان، بس ما غلطتش الغلطه اللي انا عملتها هنا، ان انا احط قدام تمام. ادي الحاجب التاني وهسرحه بقى، انا رسمته خلاص، هسرحه بقى زي ما رسمت الحاجب الاولاني بالظبط. حاسه ان هو احلى كتير. لسه هنمسح، وده كمان ده كان هيبقى حلو قوي لو ما كنتش غلطت ورسمت الراس. بعد كده بقى بسرعه ما تستنيش، هنجيب مزيل الميك اب ده تمام، وهنعمل كده ونمسح. الزياده بقى بيبتدي يطلع، بصوا حسوه ايه، خف كتير اهو. شايفين؟ والله بجد خف شويه، خف كتير، بس عجبني قوي، احلى من الصبغه. انا كنت بعمل صبغه بايجن على طول، صبغه بايجن العلبه ب 60 جنيه او ب 70 جنيه باين، تمام، ونفس الافكت ده بالظبط 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 بالظبط، وده بيقعد بالاسابيع. بصوا حلو جدا. لو بقى بصوا تحسوا بقى طبيعي قوي، انا حاسه ان هو بقى طبيعي قوي، حاجه طبيعي قوي ما فيهوش اي مشكله. لو مش حابه اللون بنغطيه باي لون مسكره عندك، اي لون جل عندك. انا حباه بصراحه لايق مع لون شعري، انا صبغه شعري اسود فلايق مع لون شعري قوي. بصوا انا حبيته قوي، انتوا ايه رايكم؟ خاصه ان انا من قدام خففت خالص التاتو، ما بقاش فيه اي تاتو، مش الحاجب مش مربع من قدام، لا عادي خالص. بصوا حاجب عادي جدا بس مليان اهو، كله مليان شعر كده. احلى حاجه بصراحه، ومديني شكل حلو جدا، عاجبني قوي. يعني انا لو حاطه رموش او حاطه ماسكارا او رسمه ايلاينر كان هيبقى شكله حلو جدا. استنوا كده، لا فرق، لا فرق، احنا حطينا خط ايلاينر فرق. بصوا
لا شكله بقى عسل خالص. انا ما حطيتش ماسكارا، حطيت خط ايلاينر كده. بصوا شكله كيوت قوي بجد. انتوا ايه رايكم؟ قولوا لي رايكم في الكومنتات. لو عجبكم الفيديو ده قولوا لي رايكم. لو عايزين اي وصفه تانية اكتبوا لي برده في الكومنتات وانا هرد عليكم. باي باي.